مثلا انت ما ينفعش تصرف مستخلص الجبس الا لما تستلم. احنا عندنا 50% توريد وبنصرف 20% على تركيب الجبس. ماشي صح ولا لا؟ 15% بعد تركيب الجبس. لا احنا بنصرف 45% توريد معلش 15 شاسيهات كده 60 و15 بعد كده جبس كده 75. انت صارف بقى كام دلوقتي؟ 65 اللي هو الناس ركبت الجبس على ما استلم. على ما تستلم الجبس نفسه طبعا. الله ينور عليك. يبقى انت دلوقتي ما مش مجرد ما الحاجه ركبت انت بتصرف. لا طبعا لازم استلم. انت ماشي عشان الناس تمشي دنيتها اصرف ياخدوا فلوس ياخدوا مصاريف نص النسبه. وبعد كده شغله مظبوط كل حاجه مظبوطه وتشوف المسامير وتشوف اللحامات وتشوف التفاصيل دي كلها وتشوف الاستلامات كلها طبقا للتشيك ليست بتاع الاستلامات تصرف ال 75%. مظبوط. نخش بعد كده على المعجون 15% ولا 20% بتوع المعجون يخلص تصرف على طول. طب جيت في وقت المستخلص يوم الثلاث جه وعايز تدي فلوس ادي نص النسبه، ادي 5% من النسبه من ال 10% مثلا. مظبوط. تمشي الناس وفي نفس الوقت انت تستلم براحتك وما تضرش نفسك وكده كده الناس معاك. شغلهم مفتوح، طالما شغلهم مفتوح انا اصرف لهم مصاريف. بالظبط الله ينور.